سرقت صورة جزائرية وكتبت عليها بلوزة وجدية. هذو حابين بالسيف يكونوا مثل جزائريات أو حابين يطمسوا ثقافة وتاريخ الجزائر. تبعوا معايا منين جابت هذه الصورة وعملوا أعجاب وبارتاجوا الفيديو لفضح الأكاذيبهم. إننا لهم بالمرصاد، تراث الجزائر للجزائريين. قالوا إنهم أصحاب حضارة وثقافة عريقة، فنشكرهم، ولكن أرشيفهم لا يقول ذلك. الثقافة لا تبنى بالاستيلاء على تراث الآخرين، ولكن العدمين الأخلاق وتربية وقطاع الطرق عندهم رأي آخر. عندما تنسب صور وفيديوهات وأزياء جزائرية إلى غير أصحابها، فإنه يعبر ذلك على نقص وحرمان الثقافي، ولا يعرفون الجمال ولا أبداع، ولذلك يسرقون ويقلدون مثل الببغاء ويتعبرون ذلك من حقهم ما اكتسب عن جدارة. التراث الجزائري موثق بتاريخ طويل، ولا يمكن طمس هويته بمجرد تغيير التسمية أو نشر معلومات غير صحيحة ولا شراب للباسهم وحليهم على مواقع التواصل. أصبحوا من أصحاب التراث. والحمد لله على نعمة العقل، والحمد لله على نعمة الإسلام الذي يدعو الأمانة والصدق واحترام، ولكنهم ينهبوا حقوق الآخرين بطمس تاريخ بأكمله. لا يتعبر من أهل الإسلام يتعلمون تربية قطاع الطرق، يريدون تمتع بتراث الجزائر، وهذا في أحلامكم يا مملكة. سنشقر نعم يا سادة، إنها حقيقة أبحثوا في أرشيفهم يظهر الحقيقة. لماذا يسرقون من تراث الجزائر والاحترام تراث الآخرين، واجب على كل إنسان، وليس بنسب ما ليس له. كل واحد يمشي يقود عليا، روحوا بعدوا مني لان دوك نحكم نطربق قشي.